أعزائي مشاهدي اليوم السادس أهلا بيكم. يظهر شهر 11 ده هو شهر الاضطرابات والمظاهرات في أونتاريو. صحينا في أول شهر 11 بالذات كان يوم الجمعة على خبر إنه في مظاهرات هتحصل والولاد مش هيخشوا المدارس. إيه الحكاية وإيه الرواية؟ إيه الموضوع؟ قال لك لأ، ده القصة دي قصة طويلة أوي أوي. خلاف حاد ما بين الحكومة في أونتاريو وما بين اليونيون بتاع المدارس. طب احنا مش فاهمين هو الخلاف ما بين المدرسين ولا خلاف تاني بين الحكومة وبين حد تاني. طلع الإديوكيشن works، احنا كنا فاهمين للعامة انه الخلاف ما بين المدرسين تاني، لان كان في خلافات قديمة بين اليونيون والمدرسين وبين الحكومة في أونتاريو. فاحنا من التاريخ ده أول ما سمعنا عن المظاهرات على طول افتكرنا إن الخلاف خلاف بين المدرسين. طلع المدرسين ما لهمش يد في اللي حصل ده، بس هو الخلاف في الإديوكيشن workers. وانتوا عارفين أنا في اليوم السادس بحب دايما أفصص لكم الأمور، يعني اديها لكم كده في كبسولة. زي ما انت عارف ان انت او انت بتروحي المدرسة في teacher، ولكن في assistant للteacher. ما مش ده education workers مهما كان وظيفته وشغلته جوه الفصل، لكن هو مش مدرس خاص، لكن هو مدرس مساعد. في كمان السكرتارية، في الأمن، في النظافة، في العمال، في كل ده. هل المدرسين ما لهمش دخل؟ لا، المدرسين تعاطفوا مع education workers وقالوا احنا كمان هنتعاطف مع فكرتهم، مع مشكلتهم. وطبعًا هي كلّها مشكلات فئوية بيقوم بيها الunion، وإحنا فاهمين قد إيه في أونتاريو قوة الunions، وإن هم يقدروا يبقى ليهم authority وتسلُّط على الحكومات وبالذات في أونتاريو. الخلاف كان قديم وما اتحلّش، وكان في تهديدات كتيرة أوي بالstrike أو بالإضراب من شهور، ولكن الحكومة كانت بتدّيهم أقراص منوّمة عشان تهدّي الموضوع وتعدّي الليلة، لكن الليلة ما عدّتش، وكانت بداية شهر نوفمبر بداية صعبة على في الآخر الطلبة وعلى الparents اللي هم لقوا نَفْسهم في قَلَق إن ولادهم مش هيروحوا المدارس، وإنه في risk إنّهم يقعدوا في البيت. طَب مين هيقعد معاهم في البيت والحكاية دي. طب إيه القصة من الأول وإيه الموضوع؟ تعالوا نشوف، هنحُط كده معاكم الأخبار اللي تناولتها وكالات الأنباء والأخبار في الموضوع. تعالوا نفصّص الحكاية. أنا جِبت لكم الأخبار من جوّه المعمل بتاع الأحداث، بس خلّينا ناخد الأول الأخبار اللي هي اتحطّت على الnews، يعني إن كان في dispute، في خلاف بين الحكومة في أونتاريو وما بين الeducation workers. وكان هنا التوضيح كان لذيذ أوي. المدارس زي ما أنتم شايفين في الصورة فضيت في يوم، وابتدت المظاهرات وابتدى التهديد إن مش هيروح الطلبة، مش هيروح الeducation workers. شجّعهم بعد كده الteachers وقالوا إحنا معاكم، لإنه ببساطة إحنا مش هنقدر نبقى موجودين في مدرسة من غير ما حد يساعدنا. ده مش في الsafety بتاعة الطلبة، وإحنا ما نقدرش نعرّض الsafety بتاعة الطلبة لخطر. فإحنا معاه الeducation workers. طيب إيه الخلاف؟ قال لك إحنا عايزين، أو الeducation workers والunion بتاعهم اسمه CUP اللي هو Canada أو Canadian Union of Public Employees. دول الCUPE قالوا إحنا عايزين، ما بناخدش increase بقى لنا سنين، والincrease اللي موجود ما بيغطيش حياتنا. إحنا عايزين 11.7، عايزين حوالي 12% annual increase عشان نقدر نغطي الأسعار والغلا اللي إحنا فيه. ووضّحوا حالتهم، هاشرح لكم حالتهم اللي هم وضّحوها للناس وللحكومة بشكل آآ واضح إزاي. ده التصعيد اللي حصل، وإحنا هاجيب لكم الصورة في الأخير، يعني المشهد الأخير، وبعدين أرجع ورا واحدة، واحدة أفصّص لكم الصور اللي ورا المشهد الأخير. المشهد الأخير إحنا شايفين strike، شايفين ما فيش طلبة في المدارس، شايفين مظاهرات في الشوارع على محطات التقاطعات، وبيطالبوا الحكومة
ب الاستقالة كمان. على الناحية التانية الحكومة عمّالة تقول لأ، الناس دول مش حلوين، الناس دول وحشين، الناس دول زعّلونا، إحنا حاولنا معاهم بس ما فيش حل، واضطروا يحطّوا حاجة اسمها خلّينا نشوفها notwithstanding clause، واللي هي بتخلّي من حق الحكومة تفرض على أي متظاهر $4000 يوميًا لو ما رجعش لمكان عمله. فده صعّد وعايز يمنع التظاهر، والتاني قال له أنا هاتظاهر، يعني الCUPE قال أنا هاتظاهر، والحكومة قالت له كل يوم تتظاهر فيه هادفّعك غرامة $4000، هو مش لاقي ياكل، فأنت هتدفّعه غرامة $4000 وهو بيشتكي إنه مش لاقي ياكل، إنه أكله مش مكفّيه، كان مش قادر يحط food on the table بالمرتب اللي معاه نتيجة الinflation والأسعار والغلاء اللي إحنا عارفينه. فتشوفوا الناحيتين عاملين إزاي، ده تصعيد من ناحية وده تصعيد من ناحية. طيب إيه القصة وإيه الحكاية؟ إنه الحكومة بتقول أنا مش شايفة إن هم عندهم حق، ما فيش أي justification تقنعني إن أنا أدّيهم الأرقام المُتغالى فيها اللي هم طالبينها عايزينها، وهم بعتوا دلائل وقرائن تثبت للحكومة الكلام ده. التصعيد ده لمّا وصل الاتنين تمادوا في الاتجاه، يعني الحكومة قالت أنا هادفّع $4000 غرامة، والCUPE قال لك أنا هاتمادى في الstrike، والكلام اللي هم بيقولوه ده حتى الكلام اللي عمّال عايزين يحطّونه علينا ده it's not constitutional، يعني ده مش دستوري، وأنا لو صعّدوه أنا هاصعّد كمان، وهاوصل لإننا نروح محكمة بقى نشوف مين فينا اللي صح، هتتمادى وفي الآخر توصل لمشكلة كبيرة، اللي هيدفع تمنها إحنا اللي متضررين كparents طلبة في المدارس. طيب تعالوا نفهم إيه القصة وجات الحكاية منين. الحكاية ببساطة إنه هم عملوا مقارنة اللي هو الCUPE عملوا مقارنة ما بين الinflation في ال10 سنين اللي فاتوا من 2021 ل2012، وعملوا الwages اللي هم خدوها والincrease اللي هم خدوه. هم خدوا حوالي 8% ل8.8 حوالي 9%، في حين إنه الزيادات اللي هم خدوها دي 9%، في حين إن الmarket زاد inflation rate في ال10 سنين دول 19%. فقالوا ده مش طبيعي وده ما ينفعش. لو رُحنا كمان للdetails قالوا إحنا كمان لو أنتم بصيتوا عندنا إحنا حوالي 65% من الموظفين اللي عندنا بيشتغلوا شُغلانة تانية، بيشتغلوا working hours بعد الworking hours بتاعة الشغل بتاعة المدرسة، بينزلوا يشتغلوا شُغلانة تانية عشان يقدروا يغطّوا حياتهم ومصاريفهم وتكلفتهم. في حين إحنا يا جماعة عايشين في أونتاريو من أغلى المقاطعات في كندا، مش بس كده دي من أغلى المقاطعات في العالم كُلّه. وبعد اللي حصل بعد الكوفيد، في ناس عندكم أرقامها هي طبعًا الطبقة الغنية اللي موجودة في أونتاريو نسبتها بسيطة جدًا، ضئيلة جدًا، اللي كان حاطط فلوسه في البورصة مثلًا شاري سهم بموديرنا مثلًا ب30 و40$ نَط بقى ب$300. أنتم عارفين فترة الكوفيد كان الناس اللي اشترت الأسهم قبل الكوفيد أو وقت الكوفيد لمّا حصل dip جامد عملوا أرقام فلكية، فهُم قارنوا نفسهم بالأرقام دي، قال لك إحنا بنشتغل full time وبنشتغل full time إيه، ده إحنا بنشتغل كمان بعد مواعيد العمل، وأنتم عندكم ناس في أونتاريو عملوا بلايين من الدولارات، وإحنا مش قادرين نغطي مصاريفنا. تاني حاجة إحنا عندنا ناس كتيرة أوي بيشتغلوا single parents، يعني single mom مثلًا بتشتغل، فما عندناش غير دخل واحد، وعندنا ناس كتيرة أوي بتروح الfood bank عشان تاخد. يعني أنت النهارده إزاي تضمن لابنك الsafety وهو يكون أو يشتغل وظيفتين وفي نفس الوقت مش لاقي ياكل، بيروح الfood bank عشان يغطي مصاريف الغذاء بتاعته وتكفّيه، ومش قادر يتحمّل تكلفة الحياة والمعيشة في أونتاريو. فطبعًا ابتدت الحكاية دي تحتد، وموضوع الغلاء وخلّي بالكم من الكلام بتاعي، يعني أنا ليه باقول الكلام ده، لإن أنا بارمي على حاجة تانية للمصريين والعرب اللي بيسمعوني على شاشات اليوم السادس. فطبعًا الحوار ده حوار مجتمعي اتناقش فيه المجتمع في الحكومة في أونتاريو. هنشوف الحكومة إزاي
تعاملت مع الموقف ده. الموضوع ده ما كانش جديد، ما كانش النهارده ولا وليد النهارده، ده وليد أحداث قديمة أوي. تعالَ نبُص على تواريخ الشكوى اللي اشتكوها من شهر 7 وهُم بيطالبوا الحكومة إنها، يعني لو حطينا الخبر اللي بعده آآ أيوه، هُم بيقولوا لهم كفاية كده، أنتم بقى لنا من شهور، من شهر 6 ومن شهر 7 بنطالبكم بنفس الكلام ده، وأنتم تقولوا لنا إيه، حين ميسرة، تفوت علينا بكرة يا سيد، استنوا شوية علينا، لأ طب بس ندخّل المدارس وبعد كده نتفاهم. فدخّلوا المدارس، هُم كانوا عايزين يعملوا actually الstrike ده في أول أسبوع من المدارس، بحيث إنهم ما يحمّلوش الparents والطلبة حِمل كبير على الأقل قبل دخول المدارس، فيبقوا عارفين إن هم ما دخلوش لسه، كأنهم أول أسبوع أجازة في أول الدراسة، لسه ما دخلوش في التفاصيل، إنما الحكومة ادّتهم المسكنات والمهدئات والمبطلات لحين إنها تهدّي الموضوع، إنما الموضوع قعد يكبر، يكبر، يكبر على ليتشي الوزير التعليم الأونتاري، والموضوع تطوّر ووصل لstrike رهيب، أدّى إلى إنه يزيد الاحتداد ما بين الحكومة وما بين الunion عمل strike والحكومة هدّدت وطلّعت الكارت الأحمر اللي لمّا بتظهره معناها إن الديمقراطية في خطر، معناها إنه حرية الرأي وحرية التعبير على محك، وده شيء مش من المفترض إنه يبقى طبيعي في أونتاريو. فحتّة ال$4000 دي في اليوم غرامة بتمنع حق الإنسان إن هو يتظاهر وإنه يدافع عن رأيه ويعرض وجهة نظره، وأنتم عارفين الunions قد إيه في أونتاريو وفي كندا in general ليهم سُلطة وليهم آآ قرار كبير. لو أنت كنت متأثّر بالأحداث دي أو أنت عندك وجهة نظر عايز تشاركنا بيها، إحنا بنحُط رقم على الشاشة، بنسمح بأي حد يقول وجهة نظره 289-274-8011 موجود الرقم على الشاشة، شاركونا، التليفونات هتبقى مفتوحة الفترة اللي جاية دي لو حابين تشاركوا معانا. طيب، الموضوع تطوّر، وصلنا لحد النهارده إحنا دلوقتي 9، يوم 7 ابتدى الموضوع يوصل للpeak زي ما بيقولوا، ولكن تعالوا نشوف الحكومة قررت إيه. داك فورد رئيس وزراء أونتاريو قال يا جماعة تعالوا نرجع ترابيزة المفاوضات، وأنا أوعدكم إن إحنا ننهي هذا الخلاف بكلمة مني، والموضوع تم به سلام واتحلت المشكلة. ودي الأخبار الجميلة اللي أنا عايز أوصلكم ليها، إنه هم ادوهم حلول، منها إنهم رفعوا الpercentage 2.5% هيدوها immediately للناس اللي مرتبها أقل من 43,000 و1.5% للناس اللي مرتبها أكتر من كده. ده ما يمنعش إنهم لسه هيتناقشوا، وفي كلام كويس جدًا وصلوا بيه لحلول مريحة للطرفين، وده اللي أكده الخبر اللي إحنا هنشوفه بعد كده. هنلاقي كمان الويب سايت والحكومة بتاع الCUPE بيعلن إن إحنا وصلنا لحل وخدنا حقنا، وأعلنوا يوم 7 نوفمبر إن إحنا بنقول لكم خلاص إن هو إن الداك فورد رجّع القرار ورجع فيه وادّانا فرصة إن إحنا نقدر نحُط كل التفاصيل بتاعتنا، وI guess إن هم هيوصّلوا لرقم في النُص، يعني بدل ما يبقى 12% والّا 11% ممكن يوصلوا ل5، 6%، فده تبقى رقم مناسب للجميع، والحكومة تقدر تتحمّل هذه البادجت وتحل المشكلة. اللي أنا باقوله في الكلام ده ليه؟ لإن الموضوع خلص عند صحينا الصبح بأونتاريو education problems، حليناها في يوم، لقينا اليوم التاني مشكلة تانية طالعة لنا وإضراب تاني بشكل مختلف، إضراب حاد من الجو، يبقى جو no go، ما فيش لا جو ترين ولا جو باص ولا كل وسائل المواصلات في أونتاريو حصل لها شلل تام، وحصلت مظاهرات. ممكن نبص على الشاشة والفيديوهات نشوف قد إيه المظاهرات في يونيون ستيشن، أهم وأكبر محطة تحرك للمواصلات العامة
في تورونتو وفي أونتاريو بصفة عامة، بدل ما تبقى المكان ده زحمة بالأتوبيسات والقطارات، لأ كانت زحمة بالمواطنين بيتفرجوا على الإضراب اللي بيحصل من كل سائقي وعمال والموظفين، برضو لأسباب هي إنه مترولينكس اللي هي الإدارة العامة للمرور للترانسبورتيشن في أونتاريو رفضت إنها تدي نوع من الحماية بيشتغلوا هناك، إن يبقى عقودهم محمية، إن يبقى في ويجز، في برضو نفس الكلام انكريز للمرتبات. كل ده اتوقف، و22,000 عامل I guess عدد كبير جدا من العمال كان في عنده مشكلة إنه ما يقدرش يحمي نفسه من يحمي وظيفته يعني. فقال لك احنا خلاص مش هنمضي عقود وهنمضي حاجات كده مؤقتة، احنا مش هنسوق لا القطر ولا الأتوبيس. وده طبعا عمل شلل تام للحركة المرورية في أونتاريو. الطلبة اللي بيدرسوا في تورونتو وجايين من ويدبي، جايين من أورورا، جايين من مناطق بعيدة، ابتدوا يعانوا. ودلوقتي بقت الحركة كلها لازم تبقى بعربيات خاصة هي اللي بتنزل توصل الطلبة. طبعا ده شيء مش convenient الناس اللي بتشتغل. هنرجع نقول طيب اهو في ناس working from home، بس طبعا في ناس لازم اشغالها ما تسمحلهاش انها تشتغل من البيت، زي الصيدلي، زي الموظف اللي في مكتبه. كل دي كانت عملت مشكلة كبيرة لكل الناس اللي بتتعامل وبتركب المواصلات العامة. انتوا عارفين ان في ناس بتركن عربياتها مثلا في اماكن معينة وتاخد الجو ترين او تاخد الجو باص من مناطق بعيدة عشان توصل لوسط المدينة عشان تروح اشغالها او تروح جامعاتها او مدارسها. فده كان ادى الى شلل رهيب، ولغايه دلوقتي المشكله ما اتحلتش، ويمكن نوصل فيها الحل قريب ويبقى فيه قرار مناسب للجميع. بس اللي انا عايز اوصله لكم انه واضح انه سلسله المظاهرات والاضرابات لما وده اللي بيخلي الحكومه تخاف انها تحل المشكله بسرعه مع فئه معينه، لانه الفئه الثانيه زي ما انت شفت النهارده لما فئه تحل مشكلتها بالطريقه بتاعت السترايك، معناها انها بتفتح الباب لفئات كتيره انها تدخل وتتظاهر عشان تطلب حقها. ده حقها اللي بيضمنه لها الدستور واليونيون. لكن في نفس الوقت، وده اللي انا يهمني كلنا، طيب انت النهارده لو انت دخلك قليل ووظيفتك هي اللي بتحميك وانت عايز تحمي وظيفتك، هل السترايك هيرفع لك الأجر بتاعك؟ هل السترايك هيرفع لك، هيمنعك من ان انت تروح تشتري الأكل بتاعك بزيادة 30 و40 و50 و60%؟ وده اللي بيحصل دلوقتي. احنا بنشوف أسعار الأكل في أونتاريو في زيادة رهيبة عمرها ما حصلت قبل كده. الحاجة بقت 40 و50 و60، وسهل قوي ان انا اصدقك وانت بتقول لي ان الحاجة وصلت في أونتاريو للدبل. والناس فعلا بتعاني من هذه الزيادة اللي بقت قاسية على أي مدخول وأي بيت على أي مستوى. فأنا كنت دايما بقول اللي معاه شغل يحافظ عليه، واللي عنده حاجة يمسكها في إيديه وأسنانه يمسك بيها في إيديه وأسنانه. إنما اليونيون اللي عنده قوة تانية بيقدر يضغط بيها على الحكومة كوسيلة ضغط بأرقام كبيرة. يعني لما يقول إن مفيش ولا بص هيتحرك، وإن عدد معين 22,000 موظف ولا عدد كبير من الموظفين مش هيروح الشغل النهاردة، أو هيستقيل استقالة جماعية. عدد كبير جدا في الجو ترين وجو باص والجو شركة جو للمواصلات استقال استقالة جماعية اليومين اللي فاتوا دول عشان يضغط على الحكومة في أونتاريو. لو ده هو اللي هيخلي الناس الأسعار تزيد تنقص، اعمله. لكن لو الأسعار هتزيد
وهتفضل تزيد. لازم يكون عندنا نوع من الوعي العام إنه إزاي إحنا نفيد المجتمع بتاعنا، وإزاي إحنا يكون لينا تأثير إيجابي بإن إحنا نتكلم ونتفاوض وندافع عن حقوقنا، لكن في نفس الوقت الناس الغلابة اللي بتتأثر بشغلتنا دول أهم من أي حاجة تانية، وده اللي إحنا بنقول إن إحنا كلنا متأثرين بيه. ربنا يحافظ على المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، والوقت اللي إحنا عايشين فيه وقت صعب. كلنا نتمنى الخير والسلامة لبيوتنا ولأولادنا ولأهالينا اللي عايشين معانا هنا. ربنا يحافظ عليكم، وربنا يحمي البلد الفترة اللي جاية من الغلاء. ربنا الحمد لله عدنا من الوباء، ربنا يعدي الشتاء اللي جاي بأمن وسلام، وتكون الفترة دي تكون فترة سلام لكل الجميع اللي عايشين في أونتاريو وفي كندا وفي بلادنا الأم مصر وكل البلاد العربية. تصبحوا على خير.